ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندي سؤال من موسوعة العزل، وده سؤال مهم جدا لانترفيو مهندس مدني او اي حد شغال في التشطيب. والسؤال بيقول معايا: ايه هندسة الفرق بين العزل الموجب والفرق بين العزل السالب؟ طبعا يا جماعة هوضح معاكم اجابة السؤال ده. سؤال مهم جدا وما بيجيش على بال اي حد ان هو يذاكره وهو رايح يحضر انترفيو. بصوا يا جماعه باختصار، انا عندي العزل الموجب هو العزل في اتجاه سريان الرطوبه او الماء بالنسبه للعزل المائي. العزل السالب هو العزل في عكس اتجاه سريان الرطوبه او مصدر الخطر بالنسبه لي. طب هنضرب مثال على ده ومثال على ده. عندي العزل الموجب زي مثلا عزل الاسطح، انا عندي مصدر الخطر او الرطوبه جاي من فوق، فانا بعزل في اتجاه سريان الماء او اتجاه الرطوبه اللي هتاثر عندي على العزل ده. يبقى ده كده عزل موجب، انا عزلت قبل مصدر الخطر عندي ما يوصل للعنصر او الحاجه اللي انا عايز احميها. طب العزل السالب بيكون زي عزل البدرومات، يعني انا لو عندي تسريب جاي لي من الجار وانا عندي بدروم في العماره بتاعتي او المبنى بتاعي، طبعا بنعزل، مش هقدر اروح اخلي عند الجار ونعزل من مصدر الرطوبه. انا بعزل من تحت بيتي انا او من تحت المبنى اللي انا ساكن فيه، بنعزل البدروم بتاعي من جوه بيتي. يبقى ده عزل سالب، كده الرطوبه دخلت في العنصر في جدار الحائط او جدار البدروم، وانا بعزل عشان خاطر الخطر او مصدر الميه او الرطوبه ما يعدليش. يبقى انا بعزل بعد العنصر بتاعي. دول ابسط مثالين على العزل الموجب والعزل السالب. عندي حاجه برضو زي الابار، ده فيها توضيح برضو العزل الموجب والعزل السالب. احيانا بنعزل البير من بره، الناس اللي بتشتغل في الحفر او شغل ابار الميه او ابار البترول بيكون برضو عندهم عزل موجب وعزل سالب. دي كانت فكره النهارده او سؤال النهارده او الاجابه على يعني ايه يا باشمهندس عزل موجب ويعني ايه يا باشمهندس عزل سالب. لو عجبك السؤال، عجبتك المعلومه، ما تنساش تعمل شير ولايك واشتراك في القناه عشان الكل يستفيد واللي المعلومه مش واصلاه توصله.